ما هو في حد لازم يزعل. انت تزعل ولا هو يزعل؟ يا فرحتي انا عشان ما ازعلوش طب اتضرب على قفا. طب خلاص ازعل انت بقى. الحدود والقسوة. ان القاسي ده شخص مش عارف يحط حد، هو قاسي عشان هو فاشل. يعني الراجل القاسي او الست القاسيه في العلاقات دول ناس فشل. يعني الانسان القاسي المؤذي ده انسان مش ما عندوش سلام، انسان مش عارف يتعامل، فبيلجأ لحاجات منها الصوت العالي، منها الغشامة، منها العنف، عشان هو مش عارف يتعامل. وفي نفس الوقت الشخص الطبيعي المحترم عارف يحط حدود بشياكة وبهدوء ده بالعكس، ده الشخص الفيرم ما بتعرفش تمسك عليه غلطة. يعني من مميزات الإنسان الفيرم إن هو بعد إذنك، بالعكس ده محترم جدا، ده بعد إذنك أنا ما بحبش الأسلوب ده، بعد إذنك من الهزار ده ما بيعجبنيش. طب الآخر هيزعل، طب ما يزعل، طب هعمل له إيه؟ يعني ما ينفعش مثلا واحد جاي يضربني بالقفا فعشان امسك ايده او اقول له انا ما بحبش ضرب القفا واكون حازم فيزعل. طب ما يولع هعمل له ايه؟ انت فاهم قصدي؟ بس فكره ان انا بقى اصل هو هيشوفني، اصل هو هيفتكرني، طب ما يشوف يولع هو. انا ايه؟ يا فرحتي انا عشان ما ازعلوش طب اتضرب على قفا. طب خلاص ازعل انت بقى. ما هو في حد لازم يزعل. انت تزعل ولا هو يزعل؟ انت ما تزعلش وما تزعلوش، هو زعل خلاص دي بتاعته هو بقى. فاهم قصدي؟